ما هي الأوقات التي نهينا أن نصلي فيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهناك أوقات لا يجوز لنا أو يكره لنا أن نصلي فيها. ثم اعلم أن أوقات النهي 3 على سبيل الإجمال و5 على سبيل البسط، وهي على التفصيل. أولا، من طلوع الفجر الصادق حتى تطلع الشمس، وقيل إن ابتداء هذا الوقت إنما يكون من بعد صلاة الفجر، يعني الوقت الأول بعد أن ننتهي ونخرج من صلاة الفجر فلا صلاة. من طلوع الشمس أيضا حتى ترتفع قيد رمح، يعني الشمس تخرج وترتفع في نظرك أنت مقدار رمح، هذا التوقيت لا يجوز أن تصلي فيه. من بعد صلاة العصر حتى تميل الشمس إلى الغروب، بعد أن نخرج من العصر فلا صلاة، تكره الصلاة. من حين تميل الشمس أو تميل الشمس للغروب حتى تغرب، هذا الوقت أيضا يكره الصلاة فيه. كذلك حين يقوم قائم الظهيرة وتتوسط الشمس كبد السماء قبل الزوال، هذا الوقت لا تجوز الصلاة فيه. وهناك أدلة على ما ذكرناه كثيرة ثابتة في الصحيحين وغيرهما، ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. متفق عليه. كذلك روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وكذلك ما رواه مسلم عن عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه يقول: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أو أن نقبر فيهن موتانا، يعني لا نصلي فيهم ولا ندفن الموتى في هذا التوقيت، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. الساعة دي تقريبا من طلوع الشمس إلى علوها مقدار رمح أو رمحين، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس إلى الغروب حتى تغرب. هذه الأوقات ولا نصلي فيها ولا نقبر فيها موتانا. وقد تضمن حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حكمة النهي عن الصلاة في تلك الأوقات. الحكمة إيه من نهينا عن الصلاة في هذه الأوقات؟ وأنها سد ذريعة الشرك وسد باب التشبه بالمشركين، فإنهم يسجدون للشمس عند طلوع الشمس وعند غروبها. عشان كده النبي نهانا إن احنا نصلي في هذه الأوقات، لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، كذلك هذا من أسباب النهي. وأما قبل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة فهو وقت تسجر فيه جهنم، نسأل الله يعيذنا وإياكم منها. فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الصلاة. قال: صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، اللي هو في وقت الظهيرة.
فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو يعدد أصناف عباد الأصنام، فمنهم عباد الشمس، زعموا أنها ملك من الملائكة لها نفس وعقل، وهي أصل نور القمر والكواكب، وتكون الموجودات السفلية كلها عندهم منها، وهي عندهم ملك الفلك، فيستحق التعظيم والسجود والدعاء. هذا بالنسبة للكفار ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لها صنما بيده جوهرة على لون النار، وله بيت خاص قد بنوه باسمه، وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع، وله سدنة وقوام وحجية يأتون البيت ويصلون فيه لها 3 كرات في اليوم، ويأتيه أصحاب العاهات فيصومون لذلك الصنم ويصلون ويدعون ويستسقون به، وهم إذا طلعت الشمس سجدوا كلهم لها، وإذا غربت سجدوا كلهم لها أيضا، وإذا توسطت الفلك. ولهذا يقارنها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وسجودهم له، للشيطان ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشابهة الكفار ظاهرا، وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام. وانتهى كلام الإمام ابن القيم في هذه الجزئية. وثم وقت آخر اختلف العلماء فيه منهي عن الصلاة فيه أيضا أو لا، وهو ما سوى ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر، وقد ذكرنا حكم هذه المسألة مفصلا. كذلك اختلفوا في الصلاة سوى ركعتي الفجر. فعلمنا إخوتي الأوقات التي نهينا أن نصلي فيها بعدما الشمس تطلع حتى ترتفع قيد رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تغرب الشمس. هذه أوقات متفق على النهي عن الصلاة فيها. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.